السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد صلاح من سلسلة الفيديوهات اللي احنا بنتكلم عنها على طول، هي ازاي تحول البيت بتاعك الى سمارت هوم باقل التكلفة. من ضمن المنتجات اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هو المنتج اللي معانا عبارة عن سويتش او سمارت سويتش. هنفتحه كده مع بعض. عايز اقول لك ان هو بيجي من شركة اسمها يوجا سمارت، وهسيب لكم اللينك تحت لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر. اول ما بنفتح كده العلبة هيظهر معانا دليل المستخدم اللي هو مهم جدا ولازم تقراه علشان تعرف ازاي تركب المنتج ده. اللي بيميز المنتج اللي معانا النهارده لو جينا بصينا كده على اهم المواصفات بتاعته، فهنا بيقول لك انت تقدر تستخدمه مع الاضاءة، مع الستاير، معظم المنتجات الذكية تقدر تستخدمه من خلال السويتش ده. هو بيحل محل المفاتيح العادية او التقليدية، كله بتستخدمه عن طريق السويتش ده. زي ما انتم شايفين كده دي اهم المواصفات بتاعته. الموديل ان هو بيشتغل على الاندرويد وبيشتغل على الاي او اس، وبيدعم هنا الواي فاي البلوتوث، ويدعم خاصية الزيجبي او الاتصال عن طريق الزيجبي. في نفس الوقت هنا بيقول لك ازاي ممكن توصلوا التوصيلات الخاصة بالاضاءة او الخاصة برضو هنا بنظام الستاير، وهنا برضو كل التوصيلات اللي انت ممكن تحتاجها موجودة هنا. دوت هنا الابليكيشن اللي تقدر تتحكم فيه من خلال سمارت لايف او تويا. طبعا بعد ما بتنزل التطبيقين دول وبتعرفهم على الجهاز، عايز اقولك برضو ان انت ممكن تربطهم باليكسا زي ما انتم شايفين كده، وتقدر تتحكم فيهم من خلال الاوامر الصوتية من اليكسا او جوجل هوم. استخدامها سهل جدا، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. لو رحنا كده للمنتج على طول هنشوف بيجي ايه تاني معاه. بيجي معاه هنا مسمارين فقط عشان التثبيت، تقدر تثبتهم على الحيطة بدون اي مشاكل. طيب لو رحنا كده للمنتج نفسه فهيظهر معانا المنتج بالشكل ده. عايز اقولك ان شكله ممتاز جدا، الخامة بتاعته ممتازة. طبعا هنا فيها لزقة، فيها 3 زراير زي ما انتم شايفين كده، بتشتغل عن طريق التاتش بس. يعني المفاتيح دي تقدر تتحكم فيها عن خلال التاتش او برنامج التويا سمارت او من خلال الامازون اليكسا، وده كله برضو تقدر تتحكم فيهم من خلال الموبايل. لو جينا بصينا كده من الخلف هيظهر معانا هنا الخطوط والتوصيلات الخاصة بالكهرباء. هنا بيقدر يشيل 3 زراير زي ما احنا قلنا هنا كده، يعني تقدر تشغل عليه 3 حاجات في نفس الوقت. وهنا الارضي والكلام ده كله التوصيلات ديت. التوصيلات سهلة، بس اتوقع ان انت هتحتاج الى فني علشان يقدر يركبها لك بالشكل الصحيح. استخدامه سهل جدا، وجميع المواصفات اللي انت شايفينها موجودة عليه. لو حبيتوا ان انتوا تعرفوا اكتر ان شاء الله انتظرونا في الفيديو الجاي. هنحاول ان احنا نركبه ونشوف ازاي نوصله وازاي ممكن نستخدمه من خلال الموبايل. لو انتوا عايزين تشتروا المنتج ده فانا سايب لكم اللينك بتاعه تحت اسفل من موقع علي اكسبريس زي ما احنا متعودين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.